أنا محمد عساف. عمري 23 سنة. بدرس إعلام وعلاقات عامة بجامعة فلسطين. بحب كرة القدم. شوي بحب التمثيل، بحب الشعر والموسيقى. يعني كل ما يتعلق بالإبداع بحبه كفنون. بحب الثقافة كتير، الأدب والشعر. يعني لما حدا يحكي معي مثلا أو يعاشرني بقول لي أنت أكبر من عمرك. أنا بتعامل مع الأكبر مني دائما، يعني الطبقة اللي أنا عم بتعامل معاهن مثقفين، بما إنه يعني من نفس مجالي. في منهن ملحنين وفي شعراء أصدقاء، يعني اغلب القعدات اللي بقعدها مع ناس من هذا القبيل. في لي اصحاب برضه اطباء ودكاتره، كلهم برضه بيجتمعوا على فكره واحده، على الفن. بحب الضحك كثير والمواقف الطريفه، لانه ما حد ماخذ شيء من هالدنيا يعني، فلازم انه الواحد يكون مبسوط دائما. لا مش حقول اسمها بالمره. كانت حبي الأول، يعني مراهق هيك وشاب وشايف حالي يعني. أول مرة كتبت لي رسالة هي ورمت لي إياها قدامي وأنا مروح من المدرسة وأنا بثانوي. هذه كانت المرة الأولى وأنا في أولى ثانوي. ثبت لي بالورقة هذه كلام يعني يمكن بضحك شوية كان. فرحت انا رديت لها ثاني يوم الرساله، فاني عملت زيها. كتبت لها ورقه، كتبت لها وانا كمان يعني برضه بحبك ويا ريت نقدر نحكي مع بعض ونتقابل مع بعض. يمكن الوضع صعب عندنا يعني ما بنقدر نتقابل. في مواقف كثير صعبه يعني بتمر بحياه الانسان، نظرا لاني عايش بمنطقة يعني كلها مشاكل، حروب، اللي هي بلد غزة. كتير انا فرقت ناس يعني بعزوا علي، من اصدقاء، من جيران. الحرب ما بترحم يعني. فهذه يعني كتير إذا بدي أحكي كتير شغلات صعب أوصف أو إني أتكلم عن مواقف كتير صعبة يعني صارت فيه وأثرت فيه يعني كتير. إنه أصعب إشي لما تفارق ناس بتعز عليك من أصدقاء وأحبة ومن أهل. يعني كتير صعبة. بتمنى إنه الشغلات هاي يعني مش عارف شو بدي أحكي. يعني أنا بتمنى إنه السلام والأمن يعم بلد فلسطين، لأنه شعبي شعب عريق وشعب مستحق الحياة، مستحق إنه يعيش آمن زي باقي شعوب العالم. هذه أكثر شغلة بتأثر فيه. أنا بلدي محتل، أنا وطني عايش فيه. كل الناس عندها وطن تعيش فيه، إلا نحن وطننا بعيش فينا. وتأرسم صورة الأيام أحلى عالوجه من زجلنا الفلسطيني، أجمع من كنوز الأرض أحلى وأغلى جواهرها ونفايسها الثمينة، وتصنع تاج جاه عز يعلى على جبهة كل سجين وكل سجين. يا وطننا ونحن أصحابه، يا عدو اللي منهابه. يا وطننا ونحن أصحابه، يا عدو اللي منهابه. مهما السجن يتجبر لابد نحطم بابه. مهما السجن يتجبر لابد نحطم بابه.